ازاي تختار السبوت المناسب لشقتك، وايه هي انواع السبوتات، وايه مميزات وعيوب كل نوع فيهم. السبوتات نوعين. اول نوع هو السبوت المدمج، بيكون عبارة كده عن قطعة كاملة مع بعضه، اذا كان بترانس خارجي او اذا كان بترانس داخلي. السبوت ده مميزاته ان هو اقل في السعر من النوع التاني. اول عيب فيه هو ان السبوت ده لما بيبوظ بتضطر انك تفكه وتغيره كله، وفي الحالة دي انت هتتعامل مع الكهرباء مباشر عشان تغير السبوت ده. اما تاني عيب فيه وهو العيب الاكبر هو انك مش ضامن انك تلاقي نفس الشكل ده تاني لما السبوت يبوظ. اما بقى النوع التاني هو السبوت المنفصل، وده بقى بيتكون من 3 اجزاء. اول جزء هو جسم السبوت نفسه، اذا كان مربع، اذا كان مدور، اذا كان اي شكل تاني. تاني جزء هو الدواية بتاعت اللمبة، ودي اوقات بتيجي مع السبوت نفسه واوقات بتشتريها لوحديها. تالت جزء هو اللمبة ذات نفسها، ودي طبعا بتنور يا ابيض يا اصفر